بنت من أجمل البنات يقتلها أبوها إرضاء لعادات ولتقاليد الجاهلية العمياء. ثم بعد ذلك يدخل هذا الرجل في الإسلام ويصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه المبارك الشريف يرى هذا الرجل دائم الوقت مغتما حزينا، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: ما لي أراك مغتما حزينا غالب الوقت؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، والله إنني فعلت إثما عظيما في الجاهلية، والآن أنا دخلت في الإسلام وأخشى أن لا يغفر لي الله سبحانه وتعالى هذا الإثم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما هو إثمك في الجاهلية؟ فقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة تبكي الصخور وتبكي الجبال وتبكي الحجر. قال: يا رسول الله، كنت في الجاهلية ممن يقتلون بناتهم، وكانت هذه عادة موجودة في الجاهلية وهي وأد البنات. فرزقني الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام بمولودة بنت، فهممت بأن أقتلها، فتشفعت أمها لدي وتوسلت بي فتركتها. فلما كبرت هذه البنت وشبت وصارت بنتا من أجمل بنات العرب، وصار يأتي إلي الخاطبون لخطبتها، أخذتني حمية الجاهلية مرة أخرى. يا رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله إننا أذل لولا أن أعزنا الله تعالى بهذا الإسلام العظيم. أخذتني الجاهلية مرة أخرى فهممت أن أقتلها، فقلت لزوجتي: سأذهب إلى أقرباء لي في قبيلة كذا وكذا وسأصطحب ابنتي معي. ففرحت أمها فرحا شديدا فزينتها وجملتها، ولكن أمها شكت، فقالت لي: أعاهدك عهد الله ألا تصبها بأذى أو لا تصبها بسوء. فعاهدتها وأخذتها معي وسرت أنا وهي حتى إذا صرنا في منتصف الطريق في صحراء، وكان هنالك بئر، فاقتربت أنظر إلى البئر، ففطنت البنت، ابنتي فطنت، عرفت، فطنت إنني أريد قتلها، فقالت: بالله عليك يا أبي لا تقتلني، بالله عليك يا أبي لا تنسى عهد أمي في، بالله عليك يا أبي لا تخن عهد أمي. يقول: فأخذتها ورفعتها وألقيتها في ذلك البئر منكوسة على رأسها، ولما حملتها لألقيها كانت تتوسل بي وتبكي، وكانت تمسك بثيابي وبجلبابي، ولكنني ألقيتها في ذلك البئر منكوسة على رأسها. ولما ألقيتها في ذلك البئر العميقة كنت أسمع صوتها وهي تصرخ وتقول: قتلتني يا أبي، قتلتني يا أبي، قتلتني يا أبي. يقول: فمكثت عند البئر أبكي حتى انقطع صوتها، يعني حتى ماتت. فبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان يحل أن أعاقب أحدا بإثم أو فعل اقترفه في الجاهلية لعاقبتك. انظروا إلى عظمة هذا الدين الذي أنقذنا من هذه العقائد ومن هذه الأعراف ومن هذه العادات. وهذا مصداق لقول سيدنا عمر: والله إننا أذلة لولا أن أعزنا الله بالإسلام.